سيبك من اي يوتيوبر او اي بلوجر ممول بسبونسر يطلع يقول لك الاجهزه الاستيراد وحشه. مش هو اللي بيقول كده، ده الممول بتاعه هو اللي بيقول له ان هو يطلع يقول كده، ويروح يشتري اجهزه استيراد من اسوأ الاجهزه اللي موجوده في السوق عشان بس يطلع عيوب فيها، ويقول لك تعالى ده انا هجيب لك جديد، وروح اشتري جديد من عند فلان وخد كود الخصم ده وروح له، وفي الاخر ولا في كود خصم ولا في اي حاجه. ولو مش بتعرف تشتري اجهزه استيراد، تعالى وانا اديك الجهاز اللي يناسب احتياجاتك. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد، وبنساعد العميل إنه يختار الجهاز الأنسب لاحتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. وفي البداية حابب إن أنا أشكر كل الناس اللي عزتني في وفاة مصطفى أخويا، سواء بمكالمة تليفون أو بكومنت على الفيسبوك أو على اليوتيوب، ولا أراكم الله مكروه في عزيز. ومعانا النهارده جهازين من اكتر الاجهزه الاقتصاديه اللي بتدينا قيمه مقابل سعر، هما الاتش بي زد 230 تاور ورك ستيشن والزد 240 تاور ورك ستيشن. نبدا اول جهاز اللي هو الاتش بي زد 230 تاور ورك ستيشن. واحنا ليه متمسكين جدا بالاجهزه الورك ستيشن عن غيرها من الاجهزه زي الاتش بي 800 جي 1، اتش بي 800 جي 2، اتش بي 800 جي 3؟ ليه متمسكين بزد 230 زد 240 زد 440؟ الاجهزه الورك ستيشن يا جماعه بيبقى الباور بتاعها قوي. يعني الاجهزه اللي احنا ذكرناها ديت سواء 800 جي 1 جي 2 جي 3، كل الاجهزه دي اقوى باور فيهم بيبقى 320 واط بس. طب ما انا عندي كروت شاشه ممكن تبقى عايزه من 140 ل 180 واط. طب اذا كان الباور نفسه 320 واط، ازاي الكارت بس هياخد من 140 ل 180 واط؟ عشان كده احنا بنشتغل في الاجهزه الورك ستيشن، ودي اول ميزه في الاجهزه اللي معانا النهارده، ان الباور سبلاي بتاعها 400 واط فعلي وفي مدخل ال6 بن. ونروح لتاني ميزه بتخلي الاجهزه الورك ستيشن تتفوق على غيرها من الاجهزه، وان البورده بتاعتها بتبقى ورك ستيشن، والبورده الورك ستيشن بتبقى هارد وورك اكتر عن الاجهزه البي سي عاديه اللي احنا ذكرناها. والبروسيسور اللي على الجهاز الزد 230 هو 4590 3.3 جيجا هرتز وماكس تيربو 3.7. ونخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا، دي معلومة لوجه الله، ان انت تروح تشتري من عند حد بتاع استيراد ويديك بروسيسور 4570، لان البروسيسور ده مش بيبقى كويس زي ال 4590، واحنا بنراعي ربنا ومش بنجيب غير ال 4590. حتى في الكور اي 7 مش بنجيب غير ال 4790، استحالة ندخل عندنا ال 4770. ودي فروقات بسيطة بس بتفرق جدا مع الناس في 2 جيجا هرتز، يفرقوا جدا في سرعة الجهاز. والجهاز عليه 8 جيجا رام دي دي ار 3، التردد بتاعها 1600، والجهاز فيه 4 سلوت رام نقدر نزود فيهم زي ما احنا عايزين، مفيش مشكلة. كمان عليه هارد اتش دي دي 500 جيجا، وزي ما قلنا الباور سبلاي 400 واط فعلي. طيب يبقى كور اي 5 جيل رابع 4590، رامات 8 جيجا دي دي ار 3، التردد بتاعها 1600، وهارد اتش دي دي 500 جيجا، وباور سبلاي 400 واط فعلي. فقط وحصري من شركه AI لعملائنا الكرام ب 4000 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. والجهاز الثاني اللي معانا هو جهاز من اميز الاجهزه الاستيراد اللي موجوده في السوق. طيب ليه الجهاز ده مميز؟ الجهاز ده مميز عشان بيشيل معانا 6 بروسيسورات. يعني ايه 6 بروسيسورات؟ بيشيل كور اي 5 وكور اي 3 وكور اي 7 من الجيل السادس ومن الجيل السابع، وكمان في مدخل هاردات NVMe. طب نقول امكانياته مع بعض. هو جهاز اتش بي تاور ورك ستيشن زد 240، عليه بروسيسور اي 5 6500، وعليه هارد اتش دي دي 500 جيجا، وعليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4، قطعه واحده 8 جيجا دي دي ار 4، التردد بتاعها 2400. وكمان في مدخل هاردات NVMe لو عايزين نزوده مفيش اي مشكله، وفي باور سبلاي 400 واط فعلي 400 واط، وفي مدخل ال6 بن بتاعه الكروت. طيب الجهاز ده بكام؟ الجهاز ده فقط وحصري من شركه AI لعملائنا الكرام ب 5500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. كل الاجهزه اللي عندنا ضمانها 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، مش بنعمل زي ناس تانية بتشتغل في نفس الاجهزه بتاعتنا وبتديك ضمان شهر بس. لا، احنا ضماننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو ضمانك خلص واجهتك مشكله احنا بنساعدك في حلها. احنا عنواننا في الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك بتحول 200 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده في الوصف تحت، وبتدينا الاسم والعنوان ورقم التليفون على الواتس، واحنا بنجهز الجهاز بالويندوز والتعريفات والبرامج،
وبنصور لحضرتك الجهاز فيديو بالحالة والامكانيات اللي اتفقنا عليها، ولما بيجي لك مندوب شركة الشحن بتحاسبه على باقي ثمن المنتج. وانتظروا مزيد من العروض بأمر الله. بتليق بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.